قبل ما نتكلم بقى في موضوع ال القرار وازاي تاخد القرار ده وايه القرار المناسب بالنسبه لك او كده، خلينا الاول نفكر في الفرق بين عقل الموظف وعقل صاحب المشروع. يعني العقليه اكيد مختلفه. انت وانت موظف، سواء بقى كنت مدير او لسه فوقيك طبقات اداريه بشكل معين، فانت بتمشي وفق خطه معينه، بتمشي وفق تارجت معين في فريق. انت جزء منه، انت مش كل الفريق وانت مش كل البيزنس ومش انت اللي بتدير المنظومه بالكامل. فالموضوع مختلف عن ان انت تكون صاحب مشروع، فانت كل شيء. انت العقل المخطط وانت العقل المدبر، وانت متخذ القرارات الصعبه قبل السهله، وانت اللي بتتابع الفريق وبتشوف الانتاج وبتتابع راس المال وبتعمل كل شيء. فهنا الموضوع مختلف. خلينا نتكلم كده في مقارنه سريعه. ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه الفرق بين العقليه هنا والعقليه هنا، عشان تشوف انت مين فيهم وتحلل معايا من محور للتاني للتالت علشان تعرف تاخد قرار صح. اول حاجه، يعني انت كموظف، فانت راجل بتقبض مقابل الوقت، تمام. صاحب المشروع لا، هو بيقبض دايما مقابل القيمه او مقابل الوصول للنتيجه. انت كموظف بتحب الاستقرار، دايما بتفكر في الاستقرار، دايما بتفكر تكبر دماغك. صاحب المشروع لا، صاحب المشروع بيتحمل دايما عدم اليقين. هو مش عارف يرتاح، مش عارف امتى هيرتاح، مش عارف اي شيء. هو ماشي دايما بمبدأ المخاطره، وماشي دايما وهو مش عارف ايه اللي ممكن يقابله قدام او ايه اللي ممكن يواجهه قدام. انت موظف، ممكن يكون عندك فريق، عندك مدير، عندك مساعدين، عندك ناس تنوب عنك لو انت اخذت اجازه طويله او حصل لك ظرف او اي شيء من ده. لو انت بقى صاحب مشروع، فانت الكل في الكل زي ما احنا قلنا قبل كده، فانت المدير وانت العقل المدبر وانت اللي بتصير وبتدبر كل شيء. لو انت موظف، في الغالب انت بتهرب من المخاطره او بتخاف من المخاطره، او في بعض الاحيان ناس كتير جدا تقول وانا مالي، انا كده كده بقبض، فانا مش فارق معايا الموضوع، مش فارق معايا كرايسيس او ازمات، مش فارق معايا حاجه غير ان انا بقبض فلوسي وبس. طبعا لو انت صاحب المشروع لا، انت بتحاسب على المخاطره دي وبتحسب للمخاطره دي مليون الف حساب. المحور التاني اللي انت برضه لازم تفكر فيه هو دايما تحط نفسك كده بورقه وقلم. اختبار بنسميه احنا اختبار الخمس اسئله الصامته. ايه اختبار الخمس اسئله الصامته؟ اول حاجه ان انت تسال نفسك كده وتجاوب في ورقه وقلم كده، تقول ان انا هقدر اعيش 6 شهور او 9 شهور او اب تو سنه كامله من غير دخل ثابت.